السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيكة البرتقال من ألذ الكيكات اللي احنا ممكن نعملها في الشتاء وفي موسم البرتقال اللي موجود دلوقتي. احنا هنعملها ان شاء الله بطريقة لذيذة جدا جدا وهشة وطرية، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية هنجهز عصير البرتقال. هنحتاج معانا كوبايتين من العصير، انا بستخدم الكوباية المعيارية. كوباية هنستخدمها في خليط الكيك، الكوباية التانية هنستخدمها لعمل صوص البرتقال هنضيفه على الكيكة من فوق. دي اول كوباية، هعمل كمان كوباية وهركنها على جنب. دي برتقانة هنقطعها قطع صغيرة، هنشيل الجزء الاخير ده خالص، مش محتاجينه، هنرميه. هنجيب الخلاط الكهرباء، هنضيف بيضتين درجة حرارة الغرفة طبعا، فانيليا، كوباية عصير برتقال، كوباية ونص سكر، وممكن تقليل الكمية لو حابة، كوباية الا ربع زيت. المقادير كلها بالاكواب المعيارية. معلقة خل، معلقة صغيرة، 3 معالق زبادي اللي هو لبن الزبادي، يعني هي علبة صغيرة، والبرتقانية اللي احنا قطعناها مكعبات صغيرة دي. نضيفه طبعا كله بقى في الخلاط كده وهنضربه ضرب كويس، يعني حوالي 5 دقايق. زي ما انت شايف كده لون الخليط اتغير من الاصفر للابيض كده، الضرب بقى كفاية والبرتقانة كلها اتفرمت. هننزل بقى في طبق اللي هنخلط فيه. دقيق كوبايتين ونص، رشة ملح، وكيس بيكنج باودر. ما ننخل مكونات الدقيق كلها مع بعضها في الخليط، يعني كمية مش هننزل طبعا بالدقيق كله مرة واحدة. الكمية الأولانية تختفي في خليط الكيك، هنبدأ ننزل الدقيق التاني واحدة واحدة لحد ما نخلص كمية الدقيق كلها. الكيك كده خلاص بقى جاهز معانا. هنحضر معانا صينية او القالب ده حجم متوسط، انا دهنته بالزيت، انت ممكن تدهني بالسمنة لو حابة. انا دهنته بالزيت كله، وصلت الزيت لكل منطقة فيه، ما رشتش دقيق ولا حاجة لان القالب ده ما بيلزقش. لو انت عندك الصينية او القالب بيلزق، تضيفوله شوية رشة دقيق على الزيت او المادة الدهنية اللي انت حطيتيها. هنتأكد نقلب الخليط من فوق وتحت عشان نتأكد ان مفيش ترسبات تحت، وبعدين ننزل بالكيك على طول في الصينية. طبعا هنجهز معانا الفرن يكون ساخن بفترة، يعني قبليها، يعني نشغل الفرن قبليها بفترة يكون ساخن كويس، قبليها على الأقل بربع ساعة او 10 دقايق على درجة حرارة 180. هياخد مدة الخبز معانا هتاخد من 40 ل45 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن عندك. هنقلبها على طبق بعد ما طلعت من الفرن، او على طبق التقديم، ونسيبها شوية ونبدأ في تجهيز الصوص على طول. الصوص لازم ينزل على الكيكة وهي لسه دافية، ما ينفعش لما تبرد عشان الصوص يمسك فيها كويس، لان الصوص اول ما بيبرد بيتماسك ومش بياخد وقت في التحضير ولا حاجة. وده شكلها طبعا بعد ما طلعت من الفرن، جميلة جدا جدا، لون وشكل وطعم.
الصوص زي ما قلنا ده الكوب التاني من العصير. انت ممكن تزودي كمية الصوص لو حابة تزودي عصير البرتقال. معلقتين نشا. السكر انا ضفت حوالي 4 معالق ل5 معالق سكر، لان البرتقال عندي ما كانش محلي قوي، يعني كان حادق شوية، فضفت السكر. لو البرتقال عندك طعمه حلو مش محتاج سكر ما تضيفيش. طبعا النشا فتح لون الصوص شوية، فانا ضفت نقطتين آه، لون غذائي برتقاني وضفتهم عليهم عشان يظبط اللون. هنرفعها على النار لحد الخليط ما يتقل ويبدأ يغلي كده ويعمل فقاعات، نتأكد ان كده الخليط استوى بقى تمام وطعم النشا طبعا اختفى. هنرفعها من على النار. ننزل بقى كده بيها على خليط الكيك زي ما احنا شايفين، نشرب بيها الكيكة كلها. ننزلها برضو في وسط الكيكة وحواليها، بتديها شكل حلو، والكيكة كلها بتشرب منها، بيبقى طعمها حلو جدا جدا، وشكلها كمان الجمالي حلو قوي قوي. انا ضفت كمية كبيرة في وسط الكيكة زي ما انتم شايفين. كمان بقيت جزء من الصوص للي يحب يزود بعد كده يعني على قطع الكيك. نزينها بقى بقطع البرتقال، وهزينها كمان بورق النعناع، بيديها شكل حلو كده وبيكسر اللون البرتقاني شوية. ده الشكل النهائي للكيكة. كيكة لذيذة لذيذة بشكل ما تتخيلوهوش، لذيذة هشة جميلة وخفيفة كمان. يعني هتجربوها هتعجبكم جدا جدا، انا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. شوفوا قطعة الكيكة عاملة ازاي من جوه، ناعمة ناعمة جدا جدا وطرية. طعمها كمان يعني مليان بنكهة البرتقال، اللي هيدوقها مرة مش هيبطل ان هو يعملها. هتعمليها كذا مرة في الاسبوع، وخصوصا ان البرتقال دلوقتي متوفر وموجود وسهل ان اي حد ممكن يعملها. طريقتها سهلة وبسيطة وجميلة، الطعم لذيذ جدا جدا يا جماعة، بجد لو جربتوها والله هتعجبكم انا متأكدة. وملحوظة صغيرة، انا يمكن زودت نسبة السكر شوية عشان انا كان عندي البرتقال حادق شوية، فعشان ما طعم الحدقان بتاعه ما يغيرش في طعم الكيكة فزودت السكر. انت ممكن تقللي في نسبة السكر براحتك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان يكون نال اعجابكم يا ريت نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. مع الف سلامة.